المقلوب التونسي ساندويتشات يجوا بزاف خفاف وبزاف بنانين. الا جربتوهم على بالي راح تهبلوا عليهم وتولوا دائما تعاودوهم. راح نديروا الخبز تاع المقلوب اللي يجي بزاف خفيف واقتصادي، والحشو راكو احرار. انا درت فيونداشي، تقدروا ديروا البولي ولا طون. نبداو بالعجينه تاع الخبز. نحتاجوا كاس تاع حليب دافي، نص ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، نص ملعقه كبيره تاع السكر، 3 ملاعق تاع الزيت، وملعقه تاع حليب بودره، وملعقه تاع الخل، وملعقه صغيره تاع الملح، ونطموا بالفارينه. طموا العجينه تكون طريه باش ما تعييكمش. عجنوها واحد 5 دقائق وخلوها تخمر ولا تريح نص ساعه. بعد ما تخمر لنا العجينه نحكموها ونقسموها على 6 كويرات. وزن الوحده 100 غرام. وقعدت لي وحده صغيره. حلوهم رقاق بالحلال وطيبوهم مباشره. نطيبوهم في طاجين اللي يكون سخون. شوفوا كيفاش يتنفخوا. شوفوا بالون. هي نورمالمون كل ما طيبوا وحده تقلبوها تبداو تفرسيوها. بصح انا مع التصوير وباش يجوني ساهلين طيبتهم كامل على ضربه. درتهم في طرشونه وبديت نعمر فيهم بالوحده. النص نديروا فيه الجبن الابيض والشيدار، والنص نديروا فيه المايونيز. انا استعملت هذه بذوق الايمونتال تاع ستار، تجي بزاف بنينه. نكثروا المايونيز باش ما يجيناش ناشف. نزيدوا له هريسه، الفيونداشي ولي فريت. الفيونداشي اللي كنت طيبته عادي بالبصل والملح والفلفل الكحل، وشويه لي فريت وشلاضه وطوماطيش، وتحمروهم في المقله على 2 جوايه. ديروا شويه زبده في المقله وحمروهم.